حتى جسدي بيرفض انه يسمع ليا. وبنروح للامير سيو وايفان وبيسألوا سيو على تحسن حالة انستازيا. فرد ايفان وقال له انت شايف ان ده مش مناسب لينا. فرد سيو وقال له قصدك ايه بالكلام ده؟ فقال له ايفان دي حقيقة معروفة ان السيدة انستازيا قصده تدمر مستقبلك يا سيدي، وكل الناس في المنطقة وحتى خدمك عارفين كل ده. فرد سيو وقال له تفكيرهم زي افعالهم. انت بتفكرني لما كنت ازاي بتصرف اتجاهها علنا لحد دلوقتي. مين اللي قالك يا ايفان؟ فقال له ده مجرد رأي يا سيدي. سيو كان هيسمع وهيوافق لإيفان في كل كلمة لو كان في الماضي، لانه كان حاسس ان انستازيا عندها انتقادات كتيرة بتجيلها واللي بيحصل لها مقابل اللي عملته في مشكلة ايفيلين. ومع ذلك كان بيتم التعامل مع انستازيا على انها حد قذر. لكن لو لم يدخل سيو في حياة انستازيا كانت حياتها هتبقى هادية وعادية. وساعتها قال له ايفان انا اسف لو كلامي ضايقك وبتأسف مرة تانية. وساعتها بيسيبه وبيمشي وبيفضل سيو قاعد لوحده وبيفكر ويسرح ويتخيل صوت الضحكة من انستازيا والوجه المليء بالبهجة والابتسامة المشرفة اللي ما جاش الوقت انه يشوفها عليها. وعلى الرغم من عدم قدرته على انه يشوفها كان عارف ان ابتسامتها كانت اجمل من اي شيء في العالم. سيو لم يتمكن من البحث عن الإجابة الصحيحة في شعوره اتجاهها. وساعتها افتكر كلام ايفيلين ليه في الماضي وهي بتقوله أليست انستازيا إنسانة قبل أن تكون إيفردين؟ وبيفتكر الأمير سيو وبيقول كان وجهها جميل جدا حتى وهي تعاني من مرض خطير، وإن الوجه الجميل ده أدى لسيو طبقات من الحكة. وعلى الرغم إنه كان عايز يشوفها دايما في حالة من اليأس لكنه كان بيشعر بالتعاطف معاها في نفس الوقت. وفجأة بيشعر سيو انه محتاج يشوفها دلوقتي وكان عايز يشوفها كما كانت كشخص بسيط. وبيروح سيو لأنستازيا وبتكون نايمة وبيفضل الأمير سيو يتأمل فيها ويقول مفيش أي حاجة فيها توضح انها خبيثة زي باقي عيلتها ايفردين، وكمان ما عملتش اي اعمال تضايق حد فيها. هي ازاي وصلت الامور للمرحلة زي دي؟ انا فعلا مش فاهم. هو كان عارف ان ما ينفعش يسأل انستازيا السؤال ده، لكن سيو بيسأل على اي حال. فقال لها لماذا؟ انا محتاج اجابة منك يا انستازيا ايفردين. وفجأة افتكر الامير سيو سيرجي لما كان بينادي عليها بالشكل ده آسيا، لكن حس سيو بأنه مرتبك ودمه بيجري في جسمه كله بمجرد انه نطق باللقب ده وقال اعمل ايه؟ لازم نمشي حالا. وفجأة قامت انستازيا وقالت له لا تمشي ارجوك. واتصدم الامير سيو وقال لها انت بخير يا انستازيا؟ فقالت له لا تذهب وتتركني يا سيرجي. وبيتصدم سيو من كلامها وبيقول في سره انا ليه مهتم بالحيرة المستقرة في قلبي دي؟ اكيد هتكرهني انستازيا في كل الحالتين. وبتقول انستازيا انا مش مصدقة انك مشيت بدوني، ارجوك ما تمشيش وتسيبني لوحدي. واكيد كل الكلام ده مش موجه للامير سيو لانها كانت بتهلوس بحبيبها الراحل من الحمى الشديدة اللي تعاني منها. وبيقول سيو في سره لازم اقول لها ان سيرجي قد رحل للابد. وفجأة وبكل صدمة اعطت انستازيا قبلة للامير سيو، وفضلت انستازيا موقعة الامير سيو على الارض وبتقوله لا تذهب ارجوك لو سمحت. وساعتها سيو بيبكي ودي اول مرة يبكي فيها. وبيقول في سره كل اللي اقدر عليه واقوله دلوقتي ان سيرجي قد رحل وابعدها عني. هو انا ليه مش قادر ابعدها عني؟ فردت انستازيا وقالت له انت ليه بتقاومني؟ فقال لها انا مش رايح في حتة. فقالت له حقا؟ فقال لها ايوه. وساعتها شالها وحطها على السرير. ومن ساعة اللحظة ديت كان الامير سيو بيزورها سرا في الليل وبيحاول يهديها انه يمسك ايديها كذا مرة. انخفضت صراعات انستازيا مع اقتراب الربيع وهبت رياح الربيع وتعافت انستازيا لدرجة انها تقدر تتجول حول القصر كله. وبعد فترة وجيزة اكتشف الطبيب انها تعافت تماما من مرض الحمى. الخدم بدأوا يهمسوا البعض ويقولوا هي ازاي انستازيا هادية ولطيفة على عكس
ما سمعنا من العاملين في العاصمة. وساعتها جه راجل غريب زار قصر الدق ورحب بالأمير سيو، وده بيكون الماركيز دياريك هوسرون، شخص رئيسي في الحزب النبيل. وما قدرش هوسرون من الانضمام للمجلس الخاص لأن أسرته صغيرة نسبيا، فقال الأمير سيو لكنه يتمتع بنفوذ أقوى من تلك العائلات الموجودة فعليا في المجلس الخاص، عشان كده لازم أبني علاقة معاه. وبيسأله سيو مين اللي وراك ده؟ فقال له أكيد انت أول مرة تشوفها صح؟ دي بتكون ماريا ابنتي التانية. فردت ماريا وقالت أنا ليا الشرف إني أشوفك يا جلالتك، أنا اسمي ماريا هوسرون. فقال له هوسرون أعتقد إنك بتنظر للمنطقة الشرقية، طب ليه جيت هنا في الشمال؟ أنت عارف الأخبار المنتشرة المتعلقة بإقليم فيوكونت راسل. الأمر هو إنه بدأ التداول مع جلونورا وانتشر مرض جديد في جميع أنحاء المنطقة، لكن سيو كان مشغول جدا خلال فصل الشتاء وما كانش عنده أي وقت للاهتمام بأمور المنطقة. وفاة إيفيلين الغير متوقعة ومحاكمة أنستازيا وكل حاجة جت ورا بعضها، حتى كان عليه أن يهتم بأنستازيا لأنها كانت تعاني من مرض الحمى. فقال له سيو طب المرض ده خطير، طب المفروض كان في طبيب للعناية بالوضع. فرد هوسرون وقال له اكيد في طبيب جه مع القافلة، لكنهم تعرضوا للمؤامرة اللي بيشاركوا فيها في المرفأ، عشان كده مفيش لينا اي خيار اخر غير اننا نرحل للشمال لحد ما يجي طبيب تاني. المرض منتشر بين الناس كلها في الوقت الحالي، انا متأكد ان الطبيب هيوصل قبل الصيف، عشان كده انا بطلب منك بتوفير المقاوي لينا لحد ما هنشوف هنعمل ايه. فقال سيو في سره من الغريب والرفض ان يشارك النبلاء الغرف في الماضي، لكن في الحالة دي ما عنديش سبب اني ارفض، وكمان في الواقع هو هيساعدني في بناء علاقة معاه. فقال له تمام، انا هطلب من كبير الخدم انه يرشدك للغرفة. فقال له شكرا ليك جدا. ولسبب ما خلى سيو انه فكر انه خد القرار الغلط انه جابهم هنا وقال لهم ما تدخلوش البرج الغربي، الضيوف خارج الحدود تماما. البرج الغربي موجود فيه غرفة نوم أنستازيا وسيو. فقال سيو مهما كان الأمر لا أحد يسمح للناس دي انهم يشوفوا أنستازيا. وفجأة ظهرت ماريا وقالت له جلالتك هل كل حاجة كويسة معاك؟ ينفع نتمشى وتوريني حوالين القصر ده؟ فقال لها لماذا؟ فقالت له ماريا انا مش عارفة حتى هو فين البرج الغربي اللي بتحكي عليه ده، واوعدك هيكون مفيش اي سبب يخلق مشكلة ليك، وبتمنى توافق لاني هحب ده منك. وبيكون ابوها واقف وسيو ما كانش عارف يرد ويقول ايه، لكنه ابتسم في دهشة وبيحس بالانزعاج. هوسرون على الرغم ان لم يكن يبدو متشابهان جسديا الا تلك العيون والفم الشابهة بالثعبان كانت بالظبط تشبه الكونت إيفردين. فرد عليه هورسون وقال له انا سمعت شائعات انك عايز تسمعها، بتمنى انك تبني معانا علاقة ايجابية يا سيد سيو. فرد سيو وقال له على كده انتشار الطاعون كان مفيد ليك يا ماركيز هوسرون. فرد وقال له اعتقد اني لازم اقول ايوه. كان سيو في انجاز ان ازاي يرد عليهم وعلى طلبهم، لان لو قدر انه يبني علاقة ايجابية مع ماركيز هوسرون من الممكن ان العلاقة مفيدة ضد الامبراطور في يوم ما، ولكن اكيد ده مش السبب الوحيد انه يصافح ماركيز هوسرون. عشانه استمرت عروض الزواج للامير سيو على الرغم من خطوبته لأنستازيا، لكن مش بيرد عليهم وبيوقف كل الرسائل، وبكده بيدل انه بيرضى المرسلين. واثبت سيو انه لم يتزوج أنستازيا على الرغم من ان إيفردين مات، واكيد سيو هيعمل ده في يوم ما ولازم يتجوز من امرأة مختلفة عاجلا ام آجلا. لكن كتر التفكير في الموضوع ده كان بيصدع سيو. فقالت له ماريا انا سعيدة اني سمعت ده، واكيد انا مهتمة اني اكون رقم واحد. وساعتها الابتسامات دي فكرت الامير سيو بشخص معين، ولكن ما تكلمش عن ده
فقالت له ماريا انا بس عايزة منك اني امشي معاك شوية وتقولي فين غرفة الطعام وغرفتي، ده كل اللي بطلبه منك يا سيد سيو، وكمان عايزة اشوف الحديقة. فرد سيو في سر وقال دي عندها نفس جرأة انستازيا، لكن انستازيا كانت متعمدة لإثارة سيو، فاعتقد ما عنديش اي خيار سوى التعامل معاها. باختصار ان سيو اتخذ قرار مبني على مصالح خاصة. فردت وقالت له ماريا اوه انت بتمد ايدك عشان تساعدني؟ فقال لها سيو انت بتقولي ايه؟ فقالت له ماريا انا عارفة انك بتمد ايدك، ده من لطفك واسلوبك، انت ممتع ومثير جدا. فقالت له انت ما عندكش اي ادنى فكرة على اللي بيحصل، بس انا متأكدة انك عارف انا كنت بعمل ايه من ساعة ما شفتك. فقالت في سرها ما هي الحديقة الوحيدة بالمقارنة مع حديقتنا؟ انا متأكدة انه مش هيقدر يساعدنا لاننا في الشمال، لان التفكير في الامر لحظة ان اي نوع من النبلاء هيجي الطريق ده كله من الشرق عشان يتجنب الطاعون. المنطقة الغربية في جاذبية جدا وكمان اكتر امانا وجمالا ودفئا، والكلام ده ما كانش المفروض تقوله قدام الامير سيو علنا. فقال لها الامير سيو ما اقدرش اتفق معاكي في الكلام ده. فقالت له ماريا واكيد في حاجات تانية زي ممكن تحصل حروب كتير باستمرار هنا، وكانت ماريا قصدها على الحرب اللي قام بيها ريدفورد ضد الروم. ماريا هوسرون مفترسة تتنكر على هيئة فريسة، واحدة عدوانية جدا. كانت انستازيا عدوانية من الخوف ولكن مش زيها، وفي بعض الاحيان الهجوم الاقوى بيجي من الشجاعة بدل من الخوف. فقال لها سيو انتي قلتيلي انك جيتي هنا بارادتك، هل ده صحيح؟ فقالت له ماريا نعم صحيح. انا عايزه اقولك على حاجه يا جلالتك، ان دي مش المره الاولى اللي شفنا بعض فيها. وساعتها ادرك الامير سيو ان ماريا تستغله، فرد وقال لها انا متاكد من ان البحث على شخص مش عارفني بيتطلب جهد كبير جدا بالتاكيد. فقال لها سيو توقفي في اللعب معايا وتعالي نتكلم في محادثه اكبر من كده. فقالت له ماريا لكن انا مش بلعب في افكارك، والمكان اللي شفتك فيه في المره الاولى كان في قاعه المحكمه. نعم اليوم اللي خضعت فيه الحقيره للمحاكمه، انت فاكر صح؟ نظرة ماريا المحتقرة اللي بينتها في ثواني خلت سيو ان في حاجة تقيلة واقفة على قلبه، لان عيونها كان نفسهم نفس نظرة انستازيا في الماضي. فقالت له ماريا جلالتك انا امرأة عندي طموح وبدونها انا ولا حاجة. فقال لها الامير سيو توقفي على الكلام ده ووضحي انت تقصدي ايه. فقالت له اولا قبل كل حاجة والدي عايزني اتجوز من عائلة مستواها عالي. فرد سيو في سره حلم الوالدين لطفلهم ماركيز هوسرون مشابه تماما لحساب ايفردين، عشان كده لازم يكون رجل طموحا ايضا. فقالت له انا متأكدة من اني اقدر اني اكون الاميرة التانية لجلالتك لو فكرت في ده، لان كتير من الناس بيحبوا ان يكون عندهم امرأة جميلة المظهر كزوجتهم. هي عندها حق، لان كان عند هورسون بنتين واتبرأ من البنت الاكبر، ومن الناحية الفنية ماريا هي الوريثة التانية لعائلة هوسرون. فقال الامير سيو في سره دي هتورث ما يكفي من الثروة والنبلاء، ومفيش اي شك انها امرأة مثالية لأي رجل هناك. فرد عليها وقال لها وانت بقى حط عينك انك تكوني الدوكة، بمعنى تاني انت اخترتيني اني اكون زوجك المستقبلي. فردت ماريا وقالت له انا وقعت في حبك من ساعة ما شفتك في اليوم بتاع المحكمة، لكنك مش حاسس بنفس المشاعر اتجاهي. انت الراجل اللي كنت بدور عليه طول الوقت يا جلالتك، واكيد هنستفيد من بعضنا البعض. اختفت السيدة ذات ابتسامة أنيقة على وجهها وامامه امرأة شديدة الحذر. فكملت ماريا وقالت له انا متأكدة اني اقدر اكون مساعدتك يا سيد سيو، ومش انا بس بل والدي ايضا. عائلة هوسرون ما عندهاش اي حاجة ضد العائلة الامبراطورية، ومع ذلك احنا على استعداد لخيانتهم لو كان ده في مصلحتنا. فقالت له انت تريد انتقامك صح؟ فقال لها الامير سيو الحاجات دي ما ينفعش امرأة زيك انها تتكلم فيها. فردت ماريا وقالت له بالتأكيد الخوف من الخطر هو رد فعل طبيعي، ومع ذلك المفروض الشخص
يخاطر بالخطر لو عاوز يحقق طموحاته. انت بتتعثر عشان تسلك الطريق الصحيح. وعلى فكرة في الواقع ان اخذ حياة الامبراطور مش صعبة. كان لسيو شعور ان ماريا صعب الاستغناء عنها، ويعلم الجميع ان جلالته بيتعامل بشكل سيء لو كان الامر بيتعلق بالكحول والنساء. وليه ما تستخدمش ده ضده؟ لو كنت مكانك لاستفدت من ميل الامبراطور. فرد سيو وقال لها جلالته ذكي جدا، عشان كده اغتياله صعب جدا ومش هيكون سهل. هل فكرت في الامر بالكامل؟ كان سيو في البداية مفكر ان ماريا كانت امرأة جميلة ولكنها غير صديقة، ودلوقتي شايفها مزعجة وماكرة. فردت ماريا بكل صدمة انت امتى اقترحت انك ترسل قاتل الى غرفة نوم الامبراطور؟ بس على فكرة بيموت الناس الكتيرة بسبب المرض وليس بسبب السموم. ماريا كانت شريرة شوية وكملت وقالت كتير من المرضى مصابون بمرض الزهري، ومش صعب ان اصابة شخص بالمرض ده دون اي اعراض او معرفة، ومن الافضل لو يموت بسببه. لكن لو خرج من المرض هيكون عايش بيعاني من الاثار والاعراض طول حياته، لان مرض الزهري بيأذي الدماغ البشرية. عشان كده استقرار حياته لو هو عايش مش هتكمل كتير بسبب الاعراض الصعبة. فقال سيو في سره طريقتها غريبة جدا في التفكير وبتتمتع بعقل استثنائي، والخطة دي ما ينفعش ايقافها. فقالت له ماريا مكان مقعد الامبراطور القادم مش هيفضى غير لما يحصل حوارات ومشاكل كتيرة. فقال سيو في سره خطة ماريا منطقية جدا، ولو حصل اي خطر في الخطة هنتراجع منها بامان في اي وقت، وهيكون الامر رائع لو نجحنا وهنستمر في الاستفادة منه. دي خطة مدروسة قوي، بس الخطة دي محدش يقدر يفكر فيها بدون دافع. اكيد في سبب، ممكن ماريا هي اللي وصلت لخطة التخلص منه، لكن اكيد في عقل مدبر حرضها على الفعل ده. فقال لها سيو سيدة ماريا اللي قلتيه كله متطور بالنسبة للخطة بتاعتك، ولكن اعتقد ان في شريك تاني خطط معاكي صح؟ فبتبتسم ماريا وقالت له ممكن يا جلالتك، وبتقول له سؤالك بيدل انك جبان جدا. تهربت ماريا من الاجابة على السؤال، لان اللي زيها مش بيشاركوا اي حد على المعلومات غير لما تكون مفيدة ليهم. سيو من هذا النوع عشان احساسه بيقوله ان ماريا كده برضو. فكملت ماريا وقالت له اعتقد ان الاعتراف مش جبن، هي حاجة نفتخر بيها. فقال لها سيو انت على حق، الخوف هو احد الاولويات عند سيو للبقاء بدل من مواجهة الناس اللي بتعارض، لان سيو فاز في معارك كتيرة جدا بسبب الانتظار والتحرك في الوقت المناسب. كان الامبراطور بيراقب كل تحركات الامير سيو، عشان كده سيو ما عندهوش اي خيار انه غير يفضل صاحي ومركز. سيو كان شايف ان عيون ماريا جميلة جدا شبه السماء الزرقاء الصافية، لكن سيو مش شايف غير عيون انستازيا في باله. سيو مسك قبعة ماريا وقال في سره انت مخبية العيون الجميلة دي تحت الغطاء. ماريا كانت حادة وعارفة النية وراء أفعاله، على الرغم من إن سيو مش راجل صعب التعامل معاه. سيو ما عندوش أي حاجة يخسرها في علاقتهم في المرحلة دي، لكن الوحيدة اللي هتخسر هي ماريا لو سابت الفرصة دي تفلت بين إيديها. فقالت له ماريا أنت مش مستعد تبذل مجهودك، ومفيش حاجة اسمها حياة مفيهاش مخاطر زي خطيبتك بالظبط. انستازيا ما عندهاش اي حاجة تخسرها، عشان كده بقولك ما تقلقش في المخاطر بكل حاجة. اي حد بيتكلم بالسوء على انستازيا بيحس سيو بالغثيان والصداع اي سبب كان. استياء شديد بيتحول لألم جسدي بيخنقه، عشان كده غير سيو الموضوع لانه مش عايز ان ماريا تتكلم عن انستازيا اكتر من كده. فغير الموضوع فقال لها ما عندكيش اتصالات ممكن تشتغل معانا؟ فقالت له للعرش. فقال لها ايوه. فقالت له في بالي 2 دلوقتي، الامير السابع والاميرة ال11. فقال لها طب مين فيهم ممكن يشتغل لصالحنا؟ فقالت له اعتقد الامير السابع لانه اكتر حماقة منها، لكن الاميرة ال11 طموحة جدا وممكن تبقى تهديد لينا
طول الخطة. الأمير السابع عنده دايما شعور بالعدوانية لأن والدته من الطبقة أقل منه وتعرضها للاغتيال لما كان طفل. عشان كده أنا متأكدة إنه على استعداد لمصافحة عائلة ريدفورد. كتير بيخطط عشان يستفيد من الأمير السابع لخليفته القذرة. عشان كده أنا متأكدة إنها هتكون البطاقة الرابحة ليك يا جلالتك. فقال سيو في سره: أنا عندي شعور بالارتياح لما غيرت موضوع أنستازيا وماريا ما بقتش تتكلم فيه. أما عن موضوعنا ده شعور إن ماريا ما عندهاش أي شريك متورط في الخطة. أوضحت ماريا إنها هتكون مفيدة جدا للأمير سيو ورغبتها إنها تكون هي الدوكة. فقالت له بالتأكيد أرغب في ده. فقال لها سيو: انت مستعدة انك تساعديني في التخلص من الامبراطور للسبب ده بس؟ فقالت له ايوه، لكن ما قلتلكش على حاجة. انا منجذبة لوجهك وجلالتك يا سيو لاني شايفة انك تبكي من الندم. بص سيو دون وعي على البرج الغربي اللي فيه انستازيا لانه حس سيو وكأن انستازيا بتنظر ليه من النافذة تماما زي ما كان علاقة انستازيا وسيرجي معا. ولحسن الحظ ملقاش حد في النافذة وساعتها بص في حتة تانية. فقالت ماريا في سرها: هو بيبص على ايه باليأس ده؟ أم ده مجرد تخيلاتي إن في شخص تاني بيخليه ييأس. أنا متأكدة إن مفيش حاجة في باله غير الانتقام من الإمبراطور لأن مفيش أي حاجة غريبة في السماء. ماريا تتمنى فقط اسم عائلة ريدفورد. فقالت له ماريا: جلالتك انت شفت حاجة؟ فغير الموضوع وقال لها: انت طلبتي إننا نذهب في موعد الآن. فقالت له أيوة. ماريا طمعانة في أرض ريدفورد بالإضافة اللي هتورثه من والدها في الأصول المالية. وبنروح لأنستازيا وبتسأل الخدم قد إيه المدة اللي بتخطط إنها تقعد هنا. فقالت لها الخادمة إن جلالته سمح ليها إنها تقعد الفترة اللي محتاجاها. فقالت أنستازيا في سرها: سمعت إن عندها شعر أشقر لامع وعينان تشبه السماء الزرقاء الصافية. وبتقول واحدة من الخدم: سمعت إنها رقيقة في الكلام جدا. قصدي إن من النادر تماما إن حد يكون عنده شعر لونه أشقر وعنده عيون زرقاء. فبتقول أنستازيا في سرها: ده ما يعنيش إنهم بيبصولي باستخفاف، لكن ممكن أقول إنهم خايفين مني لأنهم أكيد سمعوا شائعات من غير ما يتأكدوا ويتعاملوا معايا. وبتقول في سرها كمان: شعر أشقر وعندها عيون زرق. وسيو بيقدرها: مش قادرة أتخيل ده، أنا حاسة إني مكسورة من ساعة ما جالي المرض ده ومتأكدة إنه مجرد خيال. بس لأن دلوقتي مش بشوف أي أشباح بتطاردني زي الأول، أنا خايفة جدا إني أشوفهم مرة تانية وخايفة إني أعمل أي خطأ يخليني أشوفهم تاني. وبعدها بتقول: أنا سمعت إن هناك ضيف، هو ليه محدش قال لي؟ فردت الخادمة: عفوا. فردت أنستازيا وقالت لها: قصدي على الضيف، سمعت انهم قاعدين بقالهم فترة هنا ومع كل ده انا مش عارفة اي حاجة عنهم. هما مين وليه قاعدين هنا؟ فردت خادمة منهم وقالت لها: كل اللي نعرفه يا سيدتي قلناه. شكلك فضولية جدا. هي بتحب تروح في نزهة في الساعة دي وماريا هي خطوة اقرب لحلمها. علاقة ماريا وسيو مفيدة للاتنين، على الاقل مفيش حد هيخسر اي حاجة بخلاف علاقة سيو مع من تعرفه. فقال لها سيو: هنفكر في الحوار ده. فردت ماريا وقالت له: بتمنى تديني رد يكون ايجابي، على الرغم انك تقدر تتعامل مع الامير السابع بنفسك، بس انا على استعداد اني العب دور الجس عشانك، وكل حاجة بتبقى اسهل مع اساس اقوى. ماريا جيدة جدا بحيث ما ينفعش ارفض طلبها لان عندها كل المعايير اللي محتاجاها في المصلحة. شكرا ليك جدا. ولكن في نفس الوقت ماريا برضو مليانة جدا في الشكوك، وده اللي خلى الامير سيو يرحب بيها علني. ماريا والمركز هسرون صنعا نفسهم في المنزل وبنروح لأنستازيا وبتقول: في العادة ممكن نمشي من الطريق ده، فلو كنت محظوظة بما فيه الكفاية هشوفها من خلال النافذة، واكيد هتمشي من الطريق اللي بيودي للحديقة عشان قلت لنفسي لازم اشوفها. وفجأة أنستازيا وهي بتكلم نفسها بتظهر
بتظهر ماريا في الطريق، وساعتها بتشوفها من النافذة وبتقول أنستازيا دي شبه سنجوروشكا بالظبط. فردت الخادمة وقالت لها عفوا. فقالت لها أنستازيا مش بتفكرك بيها. فردت الخادمة أنا مش عارفة مين اللي بتتكلمي عليها دي. فقالت لها أنستازيا دي اسم البنت اللي بتظهر في قصة خيالية ومشهورة باسم عذراء التلج في العاصمة، قرأتها في فيس براديل. فقالت لها الخادمة سيدتي انت جيتي من فيس براديل؟ فقالت لها أنستازيا جدتي من جهة ووالدتي جت من هناك. سمعت انها كانت كاتبة، ولكن كل ده اللي اعرفه، وكان بتحكي لي حكايات مختلفة لما كنت طفلة. فقالت لها الخادمة سيدتي من فضلك قوليلنا القصة دي. والخادمات التانية طلبوا انهم يسمعوها. فردت أنستازيا بكل قوة نفس وقالت لهم مع كل ده أنا مش عارفهم كويس. فقالوا لها الخادمات من فضلك عايزين نسمع قصة عذراء التلج، هي قصة خيالية احنا ما سمعناش زيها قبل كده. وفي ثانية قصيرة فكرت أنستازيا بمقارنة تفكير في مقدار الجهد العقلي اللي بيتطلبه أبعاد الخادمات ومقدار الجهد البدني لشرح قصة عذراء التلج، لأن لسه جسمها ما خفش بالكامل ولازم تستريح أكتر على السرير لفترة لحد ما تحس إنها كويسة، عشان خايفة يظهر لها الأشباح مرة تانية لو ما خفتش. وبدأت تحكي أنستازيا عن قصة سنجوريتشكا. هي اتولدت بين مكان فيه دافئ زي مواسم الربيع وبين مكان قلبه بارد زي الشمال وجمالها. وجمالها خدته من أمها اللي بتشبه الربيع لأنها مصنوعة من التلج. وكان على سنجوريتشكا إنها تعيش في بيئة باردة لأن دايما كان الشتاء بينزل طول السنة. وفي يوم خدت بالها من حاجة، إن الحب والدفء اللي بيتبادلوا الناس مع بعضهم البعض. ووالدتها توسلت ساعتها للنزول للقرية. وفي يوم من الأيام عاشت كابنة لزوجين كبار في السن. وساعتها قابلت شاب وسيم ووقعت في حبه من أول نظرة ما بينهم، وده كان أول حب في حياته. واللحظة دي جت إن لطفه ما جاش من الحب بلا من حسن النية. وساعتها اتحول قلبها للجليد البارد مرة تانية، والشتاء قاسي يأتي للعالم. وإن سنجوروتشيكا ستموت في نهاية القصة لأنها لقيت الحب الحقيقي وذابت منه. وبتقول أنستازيا هو أنا ليه حاسة إن ما ينفعش أحكي لهم نهاية القصة. وفي يوم راحت لها الخادمة بالمشروب. فردت أنستازيا أنا مش قادرة أتنفس. وساعتها بيكلموا الخادمات وبيقولوا إن أنستازيا بتقول إنها مش قادرة تتنفس. هو إيه اللي حصل؟ فقالت لهم اقفلوا النافذة حالا. وساعتها راحت الخادمة تقفل النوافذ كلها وقالت لها خلي النار اقوى من كده وهاتي بعض السجلات. وحسبت أنستازيا المدة اللي هتعيشها ماريا هنا، لكن مش متأكدة بسبب صعوبة المناخ الشمالي اللي مش بيخليها صعب انها تتنبأ، ودايما بتحس بالخوف وتجاربها السابقة. وكمان خلت أنستازيا القدرة على الشعور بالسوء دايما، ومش قادرة تتحمل كمية الألم اللي جواها. وكانت دايما هي الوحيدة اللي بتحس بكل ده، لأن في الأول كانت عارفة أنستازيا إنه مصيبة تانية في طريقها ليها، لأن كل لما يكون هناك شخص تاني جديد دخل حيث حياتها بيحصل مصيبة، زي مرات عمها وسيو وسيرجي وإيفلين. أنا ليه بيحصل معايا كده؟ كم من الوقت عشان ننهي المصايب دي؟ واستغربت لسيو هيقعد لحد الصيف عشان في العادة بيسافر قبل ما يجي الصيف، ولا كل ده عشان الضيوف دي، او يمكن عشان الجو في الصيف هنا جميل ومش طقس حار. وفجأة افتكرت أنستازيا نهاية قصة سنجوريشكا، لان الشتاء القاسي كان بيدمر العالم كله، وان حب حياتها ما ظهرش لفترة طويلة. وفي يوم من الايام في بحيرة شتوية، واللحظة اللي شاف فيها سنجوريشكا حس بنسيم الحياة. وقالت سنجوريشكا انا حاسة اني وقعت في الحب معاه. واللحظة دي اكتشفت معنى الحب الحقيقي. لقد ذابت سنجوريشكا بفعل شمس الربيع والحب الدافئ. تعلمت أنستازيا حاجتين من القصة دي، فرحة الحب والخوف من الموت، وإننا في النهاية هنموت كلنا في أي وقت.
سواء يأسين أو فرحانين. على الرغم من إن ماريا شبه سنجوريشكا تماما، لكن من الصعب نقول إنها هتعيش زيها، لأن سوء الحظ دايما بيفضل لأنستازيا على أي شخص آخر. وبنروح لماريا والأمير سيو، وبتقوله ماريا فكرت في خطتي يا جلالتك؟ فقال لها الأمير سيو لسه. فقالت له ليه؟ فقال لها عشان ما عندكيش حاجة تخسريها في الخطة اللي قلتي عليها، لكن أنا هخسر كتير. فقالت له تمام، بس انت قلت انك لسه ما خدتش قرار لحد دلوقتي. بس عايزه اقولك على حاجه، اني حاسه بخيبه امل عشان اكون صادقه معاك، لان التعامل مع الرفض المستمر منك محتاج القوه والجرأه. عشان كده ينفع اقابلها بنفسي من فضلك؟ وبتكون ساعتها قصدها على انستازيا. وكملت وقالت ده لازم تكون مميزه تماما، لانك متردد جدا عشان خاطرها. انا فضولي اني اشوفها. فقال لها وهو متعصب لا. فقالت له ماريا ليه لا؟ سيو ما عندهوش اي سبب انه يرفض خطة ماريا، ومش قادر يمنعها كمان من اي حاجة تعملها. ماريا امرأة عنيدة، واكيد هيشوفوا بعض عاجلا ام اجلا. تخيل سيو في ذهنه شكل انستازيا لما تشوف ماريا، وكان انستازيا نظرة لا مبالاة زي ما كانت زمان لما بتحب تنتقد حد. وبنروح لماريا وانستازيا في اول مقابلة ما بينهم، وبتقول لها ماريا اهلا، انت كنت بتتمشي في القلعة؟ عجيب، انا ما قابلتكيش قبل كده هنا. فردت انستازيا وقالت لها كنت تعبانة شوية. فردت ماريا يا الهي، تعبانة من ايه؟ ولا ده نوع من المرض ومش عايزة تقولي هو ايه؟ فقالت انستازيا في سرها دي واحدة وقحة جدا. كلام ماريا كان هيزة انستازيا لو ما كانتش متعودة على الاهانات دي. فردت انستازيا وقالت لها ده ما يخصكيش. فقالت لها ماريا تعالي نقعد ونشرب الشاي سوا. على الرغم من انها ما تقصدش اي ضرر، الا هناك اشخاص متعودين على ايذاء الاخرين في العالم ده. فقالت انستازيا في سرها دي طلعت عارفة كل مكان في البيت، ده انا لحد دلوقتي لسه ما تعودتش اني اعيش هنا. فقالت ماريا للخادمة هاتي كوبايتين شاي واوراق مختلفة للشاي. فردت انستازيا وقالت لها انت مش مهتمة بذوقي ولا سألتيني حتى اشرب ايه؟ فقالت لها ماريا اكيد انت لا تمنعي ده. فردت انستازيا وقالت لها حتى لو منعت انت بتفرضي على قرارك عشان ما يكونش ليا اي خيار وقبول فكرتك ورأيك. فردت ماريا انت دقيقة جدا. فردت انستازيا وقالت للخادمة هاتيلي كوباية شاي فونيل مع شريحة من الليمون في اعلى الكوباية، وهاتلها اللي هي عايزاه ولكن ما تمليش ابريق الشاي. فقالت لها ماريا انا سمعت انك الشخصية المثالية، هل لانك على وشك الموت بسبب المرض؟ فاستغربت انستازيا انها عارفة حاجات ما كانتش معتقدة انها تعرف كل ده عنها. انا مرضت في وقت الشتاء، وساعتها مشيوا من العاصمة في الوقت ده، وعار عليا اني انسى ده لان الخادمات هنا كلهم كويسين معايا. فقالت لها ماريا انت عارفة انا موجودة هنا ليه؟ فردت انستازيا وقالت لها انا ما سألتش، وبصراحة انا مش مهتمة اني اعرف ليه. فردت ماريا بجد انت متأكدة انك مش عايزة تعرفي انا موجودة هنا ليه؟ انا موجودة هنا عشان ارتبط واتخطب للامير سيو، وساعتها بيخلص الفصل. دي شكلها نهارها ازرق مع انستازيا. يا ترى انستازيا هتعمل معاها زي ما عملت مع ايفلين ورد فعل سيو؟ وهل تغيرت انستازيا؟ فردت انستازيا وقالت لها انا ما سألتش، وبصراحة انا مش مهتمة اني اعرف ليه. فردت ماريا بجد انت متأكدة انك مش عايزة تعرفي انا موجودة هنا ليه؟ انا موجودة هنا عشان ارتبط واتخطب للامير سيو. لا ما تقوليش، قالك دلوقتي؟ فقالت انستازيا في سرها جلالته هو اللي رتب لخطوبتنا، عشان كده محدش هيعتقد اننا في الواقع هنتجوز. وللسبب ده الامير سيو مش بيرفض اي عروض زواج بتجيله، لانها ممكن تكون ورقة رابحة بالنسبة ليه في يوم من الايام. فردت ماريا وقالت لها دلوقتي بعد ان ايفردين الراجل اللي كان بيراقبه سيو خلاص مات، يبقى كده انت ملكيش اي لازمة ولا اي تعامل معاكي.
عليكي يا انستازيا، وغير كده انا متأكدة من انه عاوز يتجوز من شخص زيي بدل من واحدة وحشة زيك. فقالت انستازيا في سرها هي اعتقدت انها كانت بتعمل كده عن قصد عشان تضايقني، ولكن شكلها بتحاول اكتشافي. فردت انستازيا وقالت لها اذا انت هنا بقى عشان تفصلي علاقتي مع الامير سيو. فردت ماريا بكل بجاحة ايوه حاجة زي كده. انت ازاي حصلتي على الامبراطور اللي اجانبك؟ على اي حال انت ما نمتش معاه صح؟ فقالت انستازيا في سرها بكل غضب انا اتهنيت كتير في الماضي، ولكن هي ازاي تجرؤ على ربطي بالفكرة المبتذلة دي؟ فردت انستازيا وقالت انتبهي لاخلاقك. فردت ماريا اوه انا قلت حاجة لسه؟ انت كده ممكن تضربيني بالقلم بسبب سلوكي، لاني سمعت انك عملت كده في السيدة ايفلين اللي خلصتي عليها. فقالت انستازيا في سرها مفيش حاجة اقدر اقولها، انا كنت بكافح عشان افضل عايشة على قيد الحياة وعشان اقدر احصل على انتقامي، عشان كده ما ينفعش انكر حاجة عملتها في الماضي. هو انا ليه بحاول اقدم اعذار لافعالي؟ وفجأة ماريا ضربتها بالقلم وقالت انت اول مرة حد يديكي بالقلم، انت شكلك محظوظة في كل مرة. فردت انستازيا هو انت بتكرهيني مش كده؟ وقالت في سرها الموقف حزين جدا لان مش جديد عليا خالص ان حد يكرهني بالشكل ده، وان مشكلتي الوحيدة اني لوحدي ومفيش اي حد واقف جنبي وده لوحده بيتعبني. فردت ماريا ممكن شوية لكن انا بحتقرك قوي. فردت انستازيا طب ليه؟ فقالت لها لان في طريق النبلاء اللي انا عايزاه لنفسي. فردت انستازيا وقالت لها انت خارجة عقلك. فردت ماريا بسخرية مجرد مجنونة بتقولي انت خارج عقلك؟ انت بيضايقك اني بقول الكلام زي ده؟ انا بقترح عليكي انك تسمعي الكلام في القصر ده ولازم تعرفي مكانتك اكتر. فقالت انستازيا عن اي مكان بتتكلم بالظبط؟ هو ليه الناس دايما بتقولي اعرفي مكانتك؟ انا بس مش محتاجة اي حاجة غير اني اكون سعيدة زي اي شخص اخر. مفيش حد بيتولد عشان يعيش في مشاكل وهم. فقالت ماريا انا جيت هنا عشان سمعت ان جلالته عايش هنا، ولكن انت ليه عايشة هنا؟ انا مش قادرة افهم رغم المشاكل ما بينكم. وكملت وقالت انستازيا في سرها كأني ماليش اي مكان اعيش فيه ولا ليا اي حد، كل الافكار دي بتضايقني من الداخل. في كل مرة وانا صغيرة كنت كل اللي عايزاه هو رغيف خبز وبعض الملابس وبعض الاشجار لابقائي دافئا، ولكن مع مرور الوقت عرفت ان ده كان كافي لان كلنا محتاجين مكان نحس بيه بالامان. وتعودت اني اكون انسانة عادية قبل ما اتورط في اللي انا فيه ده. انا كنت دايما وحيدة من ساعة ما مشيت من منزلي اللي كنت عايشة فيه وانا صغيرة مع امي وابي. وساعتها بيجي الامير سيو وبيقول في سره انا شايف انها استعادت طاقتها انها قدرت تتمشى في القصر بالطريقة دي. واتفاجئت انستازيا وقالت الامير سيو لقد مر وقت طويل. وساعتها بتقول في سرها هو ليه بيبصلي كده وساكت؟ ده في العادة مش بيضيع وقت وبيفضل يهين فيا على طول، يمكن بيسخر مني في عقله عشان شاف وشي مضروب بالقلم. احنا اتعودنا اننا نسخر من بعضنا البعض لكن حاليا ما عنديش طاقة جوايا لده واتمنى اني احرر نفسي من كل ده. فقالت له لو ما عندكش اي حاجة تقولها بستأذنك همشي. فقال لها سيو هو ايه اللي حصل على وجهك؟ فقالت انستازيا في سرها انا عمري ما شفته كده بالشكل ده، مهتم بيا فعلا لكن هو ليه بيسأل السؤال ده؟ فقالت له انستازيا انا مش عارفة انت تقصد ايه. فقال لها سيو ما كانش خدك احمر قوي كده ومنتفخ. فقالت له انت ما اهتمتش بيا ابدا فاكيد ده ما يهمكش. انا نمت على مكتبي عشان كده عمل علامة على خدي، ده كل اللي حصل. انا اتأكدت من الانتفاخ وهيختفي مع الوقت. فقال لها الامير سيو من فضلك ما تكذبيش عليا، انا مش غبي للدرجة دي عشان اصدق اللي انت بتقوليه، انا مش مقتنع. فاستغربت انستازيا وقالت هو ايه اللي حصل له؟ هقول له يسيبني في حالي طيب؟ فردت وقالت له من يهتم لو انا بقول كذبة يا جلالتك؟ هو ايه الغاية من كده؟
فقال لها سيو انا فعلا مش قادرة افهمك. فقالت انستازيا انا مش فاهمة نفسي اصلا، عشان كده مش متوقع انك تفهمني يا سيد سيو، انت عمرك ما حاولت انك تفهمني على اي حال. وساعتها سابته انستازيا ومشيت. فقال سيو في سره ايفان والخدم مش معجبين بيها، لكن اكيد محدش يقدر يضربها منهم قلم، لكن في عقلي شخص واحد بس هو اللي ممكن يعمل كده. وساعتها بيروح لماريا وقال لها مش انا قلتلك ان البرج الغربي خارج الحدود؟ فقالت له ماريا انا عملت كده تماما ولقيت السيدة انستازيا هناك، ولكن ما عنديش حاجة تمنعني من اني اتكلم معاها شوية، عشان كده رحت لها. وقالت في سرها هو ده حالي، عشان كده ما عنديش اي نية اغير سلوكي عشانك او عشانها. فلاحظ الامير سيو ان خد ماريا ناعم على عكس انستازيا. فقال لها سيو انت عايشة في ممتلكاتي. فقالت ماريا انا اعرف ده وعارفة هترفض عرضي، وده بيعني ان كل ده هيكون ملكي في المستقبل القريب. هو انت بتفضل انك تتجوز واحدة زيها مش كويسة على سيدة زيي؟ فقال لها سيو مين اللي عملك يا سيدة ماريا؟ وقال في سره لو ما كانش عدو الامبراطور ما كانش هسمح لامرأة زيها بالعيش هنا في قصري، ولكن في نفس الوقت قد تكون علاقتي مع انستازيا برضو. فقالت ماريا انت مش عايز انستازيا تمشي عشان عندك مشاعر ناحيتها صح؟ فقال لها كفاية الاتهامات السخيفة دي. فقالت له ماريا انا بقترح عليك مراجعة افعالك عشان تتجنب الانطباعات الغلط دي، انا بس بتكلم عن رأيي. فقال الامير سيو انا ما شفتهاش بالطريقة دي قبل كده. فقالت ماريا في سرها ان كلمات سيو وافعاله مش متطابقة خالص، وهو بيفضل الطريق الصاعد لاي حاجة. فقالت له ماريا هي ايه المشكلة دلوقتي؟ الناس كلها عارفة انك مش بتحب انستازيا يا سيد سيو، انت مش بتحب لدرجة انك بتتمنى انك تخلص عليها لو قدرت، ومع كل ده انت ما عملتش حاجة معاها. هو انت ليه سمحت ليها انها تروح للمحاكمة ساعتها؟ وكان ممكن تتخلص منها لانها كانت بين ايديك. يبدو كما لو انك وقعت في حب انستازيا يا سيد سيو، سواء كانت العاطفة الى سيو ما يدركش ان هو عنده لحد دلوقتي او انه مش بيتظاهر بكل ده. كشفت ماريا كانت مخبية في أعماقها كان عبارة عن صندوق مليان بالعواطف المتناقضة. وساعتها بيكون سيو في المكتب وبيدخل عليه إيفان وبيقول له حاجة حصلت يا سيد سيو. يأتي إيفان من عائلة فضلت تخدم عن ريدفورد للأجيال. فقال إيفان في سره هو بصلي بصة ميتة. فقال له إيفان لأني حاسس إني بزعجك وما قدرتش أساعدك وخرجت. أنا آسف لأني حاسس إني بزعجك وما قدرتش أساعدك وخرجت من مكاني لأني بقالهم وقت طويل إن سيو مش بيقول على أي حاجة لإيفان زي الأول، لأن في الأول كان بيقوله على كل حاجة. وقال سيو إن ماريا هوسرن قالت. وساعتها قال إيفان في سره شكرا لله إن الأمير سيو على استعداد لإخباره بكل حاجة حصلت. فقال له إيفان هو إيه اللي قالته البنت دي؟ فقال الأمير سيو إنه من الغريب بالنسبة ليا إني تركت أنستازيا إيفردين سليمة لحد دلوقتي. أنا حاسس كما لو إنني وقعت في حبها. اتفق معايا يا إيفان؟ فقال له إيفان لازم أكون صادق معاك، في الأيام الأخيرة كان باين ده. إيفان ما قالش إجابة واضحة بنعم أو لا. فكمل إيفان وقال له لكن ده ما يمنعش إن أشك في وجود مشاعر لي اتجاه واحدة زيها أكيد. لكن لازم أقولك على حاجة، إن البنت دي بدأت تتصرف كما لو إنها بتحبك يا سيدي. فقال سيو إزاي أحبها؟ ده مستحيل. وبنروح لأنستازيا وبتفضل تفتكر كلام العقربة ماريا وهي بتقول لها هو انت نمتي مع الامبراطور؟ ولما قالت لها لازم تعرفي وتتعلمي مكانك اكتر. الشتايم اللي قالتها ماريا لأنستازيا لسه داخل راس أنستازيا ومش قادرة توقف التفكير في ده. فقالت أنستازيا في سرها أنا مراهقة جدا ومش بتجيلي الكوابيس
إلا لما أنام. الأحسن إني أنام شوية على الرغم على الرغم إن الهوا البارد بيخوفني من ساعة اللي حصل، لكن لسبب ما محتاجة إني أشعر بهواء الصباح البارد دلوقتي. وفجأة وهي خارجة من غرفتها بيقابلها الحارس وبيقول لها ما ينفعش تطلعي بره الغرفة يا سيدتي. فقالت له ماذا؟ فقال لها الحارس سيدي بيحذر مغادرة غرفتك. فقالت له ليه ما ينفعش اطلع بره غرفتي؟ فقال لها بسبب امر السيد سيو انك تفضلي جوه غرفتك. وساعتها اتضايقت انستازيا جدا، فقالت له انا مش هروح للخارج ولا للحديقة، لكن سيبني هتمشى في الممر. فساعتها زقها وقال لها احنا اسفين، لكن ما ينفعش تخرجي لاي مكان خارج غرفتك. فقالت انستازيا انا ممنوعة من الخروج والدخول في غرفتي. لكن ليه؟ انا ما عملتش اي ضرر ولا ضايقت اي حد من ساعة ما جيت هنا. انا عايزة اي تفسيرات عن اللي بيحصل ده. وبتفضل تصرخ ومتضايقة من سيو. يا ترى مين شك زيي ان سيو وقع في حب انستازيا؟ واللي شك زيي يقولي في التعليقات. وبنروح للامير سيو والحربوقة ماريا، وبيقول سيو في سره انا شايف انها ادتني موقف امبارح عشان تستفزني. فقالت ماريا انا حاسة انك هنا ومعاك الاجابة اللي كنت مستنياها طول الوقت، مش كده؟ وكمل الامير سيو وبيقول في سره انا ليه حاسس اني بتخذ قرار غلط في قبول العرض ده اللي طالباه. وكملت ماريا وقالت له انا لازم اقول للامير السابع اننا جايين له قريبا، هيكون سعيد جدا. فقال سيو في سره انا هستخدم الماركيز هوسرون لصالحي. ماريا ماكرة بس كويسة في التخطيط للاشياء دي، وده بيكون الافضل. وبنروح لانستازيا وبتفكر وبتقول كنت هنط من النافذة لو كان الارتفاع ده قصير وامن. عدت ايام من ساعة ما تم احتجاز انستازيا في غرفتها، وبتقول ان الحراس على حراسة باب غرفتها، وبيجي الخادمات داخل وخارج غرفتي طول اليوم، ولكن انا ممنوعة. وساعتها ظهرت واحدة من الخادمات وسألتها انستازيا هي لسه بتعمل جولتها بتاعت كل يوم جنب الحديقة، ومعرفتش ترد الخادمة لانها متوترة وقلقانة. وساعتها خدت بالها انستازيا وقالت لها تمام خلاص انا هشوف بنفسي. وقالت في نفسها احتمال هي السبب وراء احتجازي هنا في الغرفة. هو ازاي سيو مش مهتم باللي حصل، سواء دخلت انا وهي في جدال او لما هي مدت ايديها عليا. وبنروح للنافذة وبتقول رائع المكان ده حلو عشان اشوفها وهي خارجة. وفجأة بتشوف ماريا ماشية مع الامير سيو. فقالت انستازيا اخد سيو ميزة الخطايا اللي ارتكبتها عائلة ايفردين، عشان كده انا توقعت منه انه يتجاهل كل انواع الخطايا بالطريقة دي. وبغض النظر عن مدى كرهه ليا، على الاقل هو عادل في كل الامور دي. هذا ما كنت اتمناه. وساعتها فضلت تبكي انستازيا وبتقول انا اتحملت كل حاجة لما قلت لنفسي انا انسانة زي اي شخص اخر، عايزة السعادة الاساسية اللي بيستحقها كل البشر، انا شخص عادي. وبتوجه كلماتها لسيو وبتقول انت مش عايز تشوفني انسانة محترمة، مش كده؟ اولا انت اخذت وبعدت عني سيرجي ثم إلي، لن تتوقف ابدا على انك تضايقني، صح؟ قلبي المجروح القديم بيوجعني من الداخل. وساعتها بتيجي الخادمة وبتقول لها ارجوكي اهدي يا سيدتي. وبنروح للامير سيو وماريا وبتقول له انه بالتأكيد هنا اكتر برودة مقارنة بالعاصمة، لكن المنطقة الشمالية حر جدا اكتر مما كنت اتخيل. لازم اشتري لنفسي فستان شفاف. صحيح، رد الامير السابع للمرة الاولى خلال اسبوعين، ولكن مش ليك اكيد، ولكن ده بالنسبة ليا. فقال لها الامير سيو مش متفاجئ، لان فيما يتعلق بالخطة دي
هو عرض نفسه للمشكلة فقط من خلال اتصاله بيا مباشرة بسبب مواجهتي مع الامبراطور. لو اكتشف اخواته خطتنا اننا هنتخلص من والدهم ممكن يصيبهم الجنون بسبب العرش، باعتباره الامبراطور التالي ومستوى السلطة اللي معاه اعلى منهم. فردت ماريا وقالت نعم، ولكن ده بيقول انه عايز يقابلك شخصيا مباشرة. فقال لها الامير سيو انا حاسس ان عندك اقتراح. فقالت له ماريا تمام، بس مش هعرف اجاوبك على ده دلوقتي. فقال الامير سيوف في سره انا موافق على انه لازم يكون في ثقة من خلال الاجتماع المباشر ده احسن من الكلام من خلال الرسائل. فقالت له ماريا هنروح العاصمة مش كده، لان الامير مش عايز اي تحركات مشبوهة، فلازم مكان يكون امن. وكمان تم افتتاح شركات كتير خلال فصل الشتاء في العاصمة زي المطاعم والمقاهي اللي بتقدم الحلويات الرائعة. فقال لها سيو بتريقة حقا؟ فقالت له ماريا نعم، وكمان دار الأوبرا اللي هتعرض المركب العربي خلال فصل الصيف، عشان كده لازم نروح ونشوف ده. ماريا حطت شروط للأمير سيو. الأول هو الخروج في موعد وتناول العشاء معا مرة واحدة في الأسبوع، والتاني إنه ينسى أمر أنستازيا وما يتعاملش معاها، والتالت إنه يشوف الأمير السابع. فقال لها الأمير سيو انت على حق، وبيفتكر وبيقول يا أنستازيا كانت بتحب قضاء الربيع والصيف في العاصمة هي كمان. يا ترى رد فعلها ايه لو قلت لها اني هرجع للعاصمة؟ وبنروح لأنستازيا وبتفكر وبتقول يا ترى هيختفي الفراغ ده لو خلصت على سيو في يوم من الايام. هو المفروض اكمل خطتي، ولكن هستفيد ايه هي النقطة اللي انا عايزاها؟ كده كده انا خسرت كل حاجة، لقد تم اخذ كل حاجة بعيدة عني واتدست عليها، وما عملتش اي حاجة لما فكرت في التخلص من السيدة ايفلين. في الحقيقة كل شيء لعب ضدي، انا هوصل لقاع الارض حتى لو خلصت عليه، ولكن بعد كده ايه وهستفيد ايه؟ وساعتها بتفتكر انستازيا كلام إلي لما قالت لها سيدتي انت ليه ما حاولتيش انك تهربي؟ يا ترى ايه هو الطريق الصحيح اللي لازم اخده لنفسي؟ هو ليه سيو هادئ جدا؟ انا اخر حاجة فاكراها هو اني قضيت اسبوعين هنا، ولكن كم من الوقت عدى ومضى من ساعة ما شفت الاتنين ماشيين سوا. الربيع قرب من نهايته. انا فاكرة ان كان في خادمة قالت لي انها تمشي من هنا قبل الصيف، يمكن احاول اخرج من هنا مرة تانية لو ما بقتش موجودة. لكن انا ليه حاسة اني مش مرتاحة دلوقتي؟ وفجأة بتدخل الخادمة وبتقول لها انت ليه واقفة قدام الباب كده يا سيدتي؟ فقالت لها انستازيا انا عندي فضول اعرف كل الضجة دي ليه، هو في حاجة حصلت وانا ما اعرفهاش؟ فقالت الخادمة بس ما سمعتش اي ضجة هنا، لكن سمعت ان الامير سيو رايح للعاصمة. وساعتها اتفاجئت انستازيا وقالت امتى وليه؟ وقالت في سرها اكيد هناك عمل مهم، وكمان لازما يهتم ويعتني بالضيف اللي معاه. وطبعا قصدها هنا على ماريا. وكملت وقالت طب وانا ايه اللي هيحصل؟ هفضل محبوسة هنا في الغرفة؟ وساعتها اتعصبت انستازيا وقالت انا لازم اتكلم مع الامير سيو. وزقت الخادمة وطلعت تجري، والخادمة قالت لها من فضلك توقفي يا سيدتي، هم فين الحراس؟ ماذا؟ اين؟ لكن مفيش حراس واقفين قدام الباب. وكانت انستازيا قادرة على انها تطلع من الغرفة بكل سهولة، وده بسبب ان انستازيا طول مدتها في الغرفة كانت هادية، فالحراس كانوا مطمنين انها مش هتعمل حاجة. وساعتها بتروح للامير سيو وبيقول لها انت ازاي خرجتي من غرفتك؟ فقالت له انستازيا انا سمعت انك رايح للعاصمة، من فضلك خدني معاك لاني مش بحب المكان هنا، وكمان ما عنديش اي ذكريات عن الاشخاص اللي بحبهم هنا. انا عايز ارجع للعاصمة، وانا كده كده انا موافقتش اني اجي هنا من الاول. انا مش عايزة اقعد هنا لوحدي، لا استطيع ان افعل ذلك. فقال لها الامير سيو انا عارف ان المجيء هنا ما كانش اختيارك، ولكن ده مش من شأني، حتى الامبراطور مش قادر ينقذك.
يبقى كده هينتهي الامر بالتخلص من شخص ما في المستقبل. هو احنا بحاجة للتضحية بالحياة عشان نفهمها؟ انا سعيدة جدا بذلك. فقالت له انت ليه بتقول الكلام ده؟ انت بتعتقد اني هسمح ليك بالذهاب للعاصمة؟ انت عارف ان السيدة دي هتركب معاك؟ انا خطيبتك يا سيد سيو. فقالت في سرها ان الكلمة دي بتخليني اتقيأ في كل مرة اقولها فيها، لكن طلبي هو انه ياخدني معاه للعاصمة. وبتقول له انستازيا انت عايز ترميني بعيد؟ وبتقول في سرها انا عايزة بس اني ارجع للعاصمة ومش مهتمة باي حاجة تاني. وساعتها ما قدرش سيو منع انستازيا من المجيء للعاصمة، وبتروح انستازيا للعاصمة وبتفتكر المكان اللي اول مرة شافت فيه سيرجي وانفصلت عنه، وحديقة قصر الدك في العاصمة، وهو ده المكان اللي التقت فيه سيو. وهو ده المكان اللي التقى فيه سيو مع انستازيا للمرة الاولى. لما شافها للمرة الاولى اتمنى سيو انها تخرج من حياته اكتر من اي حاجة تانية. وساعتها بيفكر وبيقول سيو لامتى هتوقف عن التفكير في فسخ خطوبتي من انستازيا؟ وساعتها بيدخل عليه ايفان وبيقول له كانت انستازيا هادية جدا ومحدش عارف ايه اللي بيدور في عقلها. على الرغم من ذلك انا متأكد من انه مفيش حاجة تستحق العناء ابدا يا جلالتك. انا شخصيا افضلها انها تعمل مشاكل زي الاول بدل الهدوء ده. فقال له الامير سيو طب ليه ده؟ فقال له ايفان لانها كانت دايما من النوع لفعل شيء غير متوقع، وان هدوءها ده مخليني قلقان جدا. فقال له الامير سيو يمكن رجعت لعقلها اخيرا وبقت كويسة. فقال له ايفان يمكن ده احتمال واحد. وساعتها سيو كان بيلبس ومستعجل عشان عنده اجتماع مهم مع الامير السابع. وساعتها بيروح وبيقول هي دي فيلة هوسرون. حتى لو عرفت الناس بزيارتي هنا لكن هيعتقدوا اني انا وماريا عندنا اجتماع سري ما بيننا. وساعتها بتستقبله ماريا وبتقوله شكرا لحضورك يا سيدي. فقال الامير سيو في سره شكلها خططت لكل حاجة من اول ما استقبلتني، وكمان استقبلتني بنفسها ومش معاها اي خدم يرافقها. وساعتها بيستقبله الامير السابع وبيقوله يسعدني مقابلتك يا دك. فقال له سيو انا ما توقعتش ابدا اني اقابلك بالطريقة دي. وقال في سره اذن هو ده الامير السابع؟ فرد الامير السابع وقال له نعم وانا برضو. فقالت ماريا يا سادة انتوا ليه ما بينكم الاحراج ده؟ انتوا دلوقتي مرتبطون. فقال لها سيو بالتأكيد لكننا بنشوف بعض فقط في الاعدادات الرسمية. فقالت ماريا للامير السابع بتهمس زينون تعامل وتكلم بشكل طبيعي، انت دايما خجول جدا، لازم تستريح في طريقتك. همسات ماريا كانت ناعمة جدا لكن الامير سيو سمع كل حاجة لان المكان كان هادئ جدا. فقال الامير سيو في سره اسمه زينون اعتقد انهم كانوا اما معارف او اصدقاء على افضل تقدير، ولكن شكلهم اكتر من كده. فقال سيو انتوا الاتنين شبه بعض. فقالت ماريا شكرا على كلامك لان ده بيتطلب كتير من العمل. فقال سيو في سره نفس الابتسامة المميزة، افعالها تتحدث عن نفسها لكنها تجنبت سؤالي وتعليقي، لكن على اي حال انها مش مهمة للدرجة دي عندي. فقال له سيو صاحب السمو الملكي. فقال له نعم يا دك. زينون عنده قوة كبيرة لكن سيو بيمتلك في الواقع سلطة اكتر منه. فقال له سيو هتعمل ايه عشاني لو ساعدتك باسم عائلة ريدفورد؟ وافق سيو على التعاون مع عائلة هوسرون للتخلص من الامبراطور. عشان كده كل من ماريا وسيو عارفين ومتوقعين ايه اللي هيحصل من التحالف ده. ومع ذلك يجب على الامير السابع ان يثبت ايه اللي هيقدمه للطاولة لانه ما عندهوش اي حاجة يملكها ويقدمها للامير سيو مقابل مساعدته. فرد الامير السابع وقال له زي ما انت شايف يا دك انا ما عنديش اي حاجة اقدر اقدمها ليك لكني اوعدك بالدعم الكامل لو نجحت خطتنا. فقال سيو الدعم الكامل بس ده
ما يعنيليش اي حاجة بالنسبة ليا، انا فقط امنيتي هي الامبراطور ووفاة والدك، لان والدك هو الرجل اللي منهاش حياة والدي وبس، ولكن ايضا مرشدي واتباعه. فقول لي هتعمل ايه عشاني في الصفقة دي؟ فقال له الامير السابع انا برضو بتمنى وفاة والدي. كان التمرد ضد والده بيتطلب شجاعة زينون على الرغم من عدم وجود خيار له، لان سيو اخد زمام المبادرة في الاجتماع ده. لكن ماريا ما كانتش متفاجئة خالص، موقف غريب. وساعتها قال زينون انا ماليش اي قيمة، انا مجرد ابن الابي وما عنديش اي اقارب من ناحية الام، ولازم اتخلص من العائلة الامبراطورية عشان افضل عايش، ولازم اتخلص من العائلة الامبراطورية عشان افضل عايش على قيد الحياة. يعرف سيو شخصا اخر عنده نفس الرغبة دي والارادة القوية، المخاطر اللي هتيجي في طريقك. فقال له زينون نعم انا مش بطلب مساعدتك عشان اقعد على العرش وابقى انا الامبراطور القادم، لا انا عايزك تخليني على قيد الحياة بس. لو انتهى بيا الامر بخلافة العرش لبقائي على قيد الحياة هتكون انت الامبراطور وليس انا. وساعتها بيفتكر الامير سيو كلام انستازيا وهي بتقول انا فقط اريد ان اعيش لاني ما اتولدتش لاموت. الامراء رغبة خاصة وتعطش للبقاء على قيد الحياة. والموقف ده فكر سيو بانستازيا ايفردين. يا ترى هيحصل ايه لانستازيا في الحلقة الجاية؟ ولو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.